السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الطرطه بثلاثه ديال الطبقات كتجي زوينه بزاف وبارده ومنعشه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من واحد اللايك وكومونتير زوين يشجعني وبارطاج القناه الا عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى. ما تبخلوش عليا بواحد اللايك. الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا. نبداو على بركه الله. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال الكيك غنحتاج هنايا واحد البيضه بدرجه حراره المطبخ، غنحتاج 3 المعالق كبار ديال الحليب، غنحتاج 3 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات. عندي هنايا واحد الخماره من وزن 8 غرام، عندي واحد المعلقه صغيره ديال بودر فاني اولا ساشيه ديال سكر فاني، عندي واحد رشيشه ديال الملحه، وعندي هنايا 2 معالق كبار ديال الكاكاو، وعندي 3 المعالق كبار ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وعندي واحد معلقه كبيره ديال الخل. هنا غادي ندير ديك البيضه وغادي نزيد عليها هنايا واحد رشيشه ديال الملحه لتصحيح الذوق. صافي هنايا غادي نزيد معلقه صغيره ديال بودر فاني، عندي انا هنا هاد الفاني بودره غندير معلقه صغيره، وغادي نزيد عليها 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات. صافي هنايا غادي نبدا نخلط مزيان يعني حتى يبيض ليا الخليط ديالي يتبدل له شويه اللون، نخلطو مزيان. صافي هنايا غادي نزيد 3 المعالق كبار ديال الحليب تا هو بدرجه حراره المطبخ، ندير هنايا 3 ديال المعالق، وغادي نزيد هنايا 3 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه حتى هما بنفس المعلقه غادي نعبروا بها كاع العناصر اللي عندنا. صافي هنا غندير 3 ديال المعالق. صافي وغادي نحرك مزيان يعني غنحاول نخلط مزيان حتى يتخلط ليا داك الحليب والزيت مع الخليط. صافي هنايا من بعد ما خلطت مزيان هنا غادي نجيب واحد الصفاي غادي نزيد فيه ديك 3 المعالق كبار ديال الدقيق، وغادي نزيد عليه 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، وغادي نزيد عليه هنايا ديك الخماره من وزن 8 غرام، وغادي نخل النواشف ديالي كاملين. صافي هنايا من بعد نحيد لهم دوك الكويرات اللي كيكونوا في الدقيق وفي الكاكاو. صافي هنايا غادي نحاول نخلط مزيان الكيك ديالي، غنخلط مزيان حتى ندخل داك الدقيق في الكيك على هذا الشكل هذا. صافي هنا من بعد ما خلطت مزيان غادي نجيب واحد المعلقه كبيره ديال الخل. انا هنايا عندي الخل الابيض ندير معلقه كبيره. صافي غادي نخلط مزيان حتى ندخل داك الخل في الكيك على هذا الشكل هذا. صافي هنا غادي نجيب واحد المول يكون القطر ديالو 22 سنتيم. صافي هنا غادي نخوي الكيك ديالي في المول، وغادي نحاول نقادو يعني في المول ديالي مزيان، نحاول نوصلو الجنيبات على هذا الشكل هذا. كنكون المول دايره له واحد بابي كويسو. صافي هنا غنحاول نقاد الكيك ديالي على هذا الشكل، وبالنسبه للفران كيكون عندي بارد. هنايا من بعد ما طاب ليا الكيك انا حيدته من الفران. صافي هنايا غادي نحيد المول الكيك حتى نحيد له بابي كويسو. هنايا غادي نحل داك المول وغنحيد له بابي كويسو، ونعاود نقلب الكيك ديالي ونرجعو لنفس المول. نتوما يعني الصراحه الكيك جا ناجح 100%، كيكون خفيف. بالنسبه لهذا الكيك الا ما بغيتوش تسقيوه ماشي ضروري. صافي دابا هنا انا غادي نردو المول، غادي نقلبو ونردو المول. هنا غادي ناخذ السيرو. بالنسبه للسيرو اللي صايبت هنايا عندي نص كاس ديال السكر و2 معالق كبار ديال السكر حبيبات وواحد ساشيه ديال نيسكافي، درتهم غلاو واحد 7 دقائق خليتهم حتى بردوا. هنا غادي نسقي بهم الكيك ديالي. بالنسبه لهاد السيرو الا بغيتو ديروه الا ما بغيتوش ماشي ضروري، اصلا الكيك كيكون خفيف. صافي هنايا غادي ندوز باش نوجد الكريمه. عندي نص لتر ديال الحليب، وعندي هنايا واحد 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات، ندير هنايا 3 المعالق. صافي هنايا غادي نحتاج 2 علب ديال الفلوند الكراميل. يعني الا كان متوفر لكم ديك العلبه الكبيره اللي كدير 4 دراهم خدموا بها، يعني غتستغناو على السكر. الا ما كانتش متوفره غادي ديروا 2 علب صغار كما درت انايا، وغديروا معهم 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات. صافي وغادي غديروا مع السيترو د الحليب
وغنخلطهم مزيان على هذا الشكل هذا حتى كيذوبوا لي دوك الحبيبات ديال الفلو مع الحليب. هنا غنشعل عليه البوطه وغادي ناخذ هنايا 2 علب ديال صابلي، اي بسكوي ما عندكم ما يكونش فيه الشوكولاط. صافي وخديت هنا القشده الطريه وخديت قهوه سريعه الذوبان. غادي ناخذ هنا واحد الكاس ديال الخلاط، غادي نخوي فيه دوك 2 علب ديال صابلي، وغنزيد عليه معلقه صغيره ديال نيسكافي. انا هنا راني عبرت بالمعلقه الكبيره درت فيها نص، يعني هنايا معلقه صغيره. وغادي نزيد هنايا القشده الطريه حتى هي غنزيدها على داك البسكوي اللي درت في الخلاط. صافي هنايا من بعد ما يغلى لنا الخليط ديالنا غنزيدوه مباشره على هاد القشده الطريه. صافي هنايا غادي غندوزو الفلو ديالنا. انا هنايا عندي الفلو دايره فوق البوطه كما قلت لكم. غادي نبدا نحركو مره حتى كيغلى ليا الفلو ديالي. ها هو هنايا بدا كيغلى. صافي غادي نطفي عليه البوطه ونخليه على جنب واحد شويه. غادي نحركو يعني غير واحد شويه، واحد 2 دقائق على ما نزلو شويه الحراره. صافي هنايا غادي نجيب ديك الكاسرونه ديالي وغنخويها في الكاس ديال الخلاط فوق ديك القشده الطريه والبسكوي. صافي غادي نخويهم باقيين سخانين، يعني داك الفلو نخويه باقي سخون. صافي هنايا وغادي نسد الخلاط ديالي وغادي نطحن مزيان داك الخليط هو باقي سخون، يعني حتى يتخلط ليا مزيان، نطحنو مزيان. صافي هنايا من بعد ما طحنت الخليط ديالي غادي نجيب داك الكيك ديالي من بعد ما برد، غادي نحطو هنايا على جنب. وغادي ناخذ واحد المعلقه وغنقلبها على ظهرها وغنخوي الخليط فوق الظهر ديال المعلقه على هذا الشكل هذا. نحاول نخوي فوق الظهر ديال المعلقه. صافي دابا هنا من بعد ما خويت الخليط ديالي كامل غادي نخليه هنايا غير في حراره المطبخ، يعني حتى ياخذ ليا ديك الحراره ديال المطبخ. عاد غادي ندخلو للثلاجه تقريبا واحد 6 ساعات عاد ندوز باش نديرو له الكاناج. هنايا غادي نحتاج ل 150 غرام ديال الشوكولاط، اي نوع ديال الشوكولاط عندكم. هنا عندي واحد دانون طبيعي. هنايا غادي نحاول المهم كما قلت لكم الشوكولاط هنايا اي نوع ديال الشوكولاط عندكم. انا عندي هاد الشوكولاط بالحليب ولي بيبيت شوكولا خلطتهم مع بعضياتهم. المهم المجموع عندي هو 150 غرام. هنا ذوبت داك الشوكولاط في باماغي وجبت داك دانون طبيعي غادي نزيدو عليه. غنخويه فوق داك الشوكولاط من بعد ما ذوبته باش نصايب الكاناج اللي غادي ندير كطبقه ثالثه فوق داك الكيك. صافي هنا خويت داك دانون فوق داك الشوكولاط وغنحاول نخلط مزيان داك الشوكولاط مع دانون على هذا الشكل هذا حتى كيتخلط ليا مزيان. هانتوما يعني كيولي صراحه كيولي لنا كاناج اللي هو زوين بزاف ولامع. صافي هنايا من بعد ما خلطته مزيان غادي نجيب هنايا الحلوه ديالي من بعد ما بردات غادي نزيد عليه هذاك الكاناج. صافي وغنحاول نقاد الوجه ديالها، يعني نحاول نسرح ديك الشوكولاط حتى نقادو على الوجه ديال الحلوه على هذا الشكل هذا. يمكن نقادو على الوجه ديال الحلوه ديالنا كامله. صافي وغادي ندخلها للثلاجه ونخليها تبرد واحد الساعه د المكانه. هنايا من بعد ما بردات ليا الحلوه ديالي غادي ناخذ واحد شويه ديال اللوز ايفيلي حمرته. صافي هنايا غادي نحاول نزين بها الوجه ديال الحلوه ديالي على هذا الشكل. صافي المهم كما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري، كل واحد كيزين باللي متوفر ليه واللي يعني الحاجه اللي كتعجبكم. صافي هذا هو الشكل النهائي يعني ديال الحليوه ديالي، كتجي على هذا الشكل هذا كتجي زوينه بزاف ومنعشه. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تنساونيش من واحد اللايك وكومونتير زوين يشجعني وبارطاج القناه الى عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى. هنا غادي نقطع معكم واحد الطريف تشوفوا الشكليه راه كيفاش كيجي من الداخل، الصراحه كتجي ما شاء الله. هنا انا غنقطع معكم واحد الطريف وتشوفوا الصراحه كتجي زوينه بزاف. جربوها وردوا عليا في التعليق كيفاش جاتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.